السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويحفظ الجميع. وحشتوني جدا. ربنا يديم عليكم نعمة الستر والصحة يا رب. إن شاء الله هنعمل النوتيلا، وصفة نوتيلا في البيت. مش هقدر أقول اقتصادية لأن ما بقاش في حاجة الحمد لله اقتصادية. ربنا يديم علينا ستره يا رب ويسترنا جميعا ويديم علينا نعمه. معانا كوباية لبن، كوباية زيت، كوباية سكر بودرة، 4 معالق كاكاو أسباني، 4 معالق لبن بودرة، ربع معلقة قرفة، معلقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان، ذرة ملح، روح البندق. في حاجات أكياس المفروض بتتحط كانت فيها احنا مقاطعة الحمد لله فما جبناهاش، احنا حطينا بدايل. معلومة بس، أنا مش شيف، أنا أم زيكم، بحب أتفرج على الشيفات وبحب أجرب وصفات. في وصفات بتعجبني، في وصفات لأ، مش إن أنا بعدل عليهم لأ. كل واحد ليه راحة نفسية في الأكل. أنا ممكن أحط تابل حضرتك ما يعجبكيش فبتشيليه، أنا كده. فأنا أم زيكم محتاجة دعمكم. أنا عارفة إن أنا ما بعملش فيديوهات كتير لظروف صحية خارجة عن إرادتي. ربنا يشفيني ويشفيكم ويشفي كل مريض يا رب. فنفسي القناة تتفعل. القناة مش متفعلة، اللي الناس فاكرة إن القناة متفعلة وأنا بقبض منها. القناة مش متفعلة. أنا نفسي تتفعل عشان تبقى لي رزق، باب رزق ربنا يفتحه لي. الحمد لله طبعا، الحمد لله احنا مستورين مستورين، الحمد لله ربنا يديم علينا ستره. انا مش طالعه اللي هو حد يعني ينول عطف ولا كده. انا بدعي من ربنا سبحانه وتعالى ومحتاجه انه اخواتي تقفوا جنبي تدعموني. ادعوا لي اني استمر، لان الحمد لله الحمد لله انا ظروف صحيه الفتره دي الحمد لله ربنا يديمها نعم علينا كلنا، فما بقدرش ان انا ابذل مجهود. فادعوا لي ومحتاجه دعمكم، محتاجه دعمكم ودعواتكم. وانا اسفه ان طولت عليكم، بس احنا اخوات وربنا يسترنا جميعا ونقف جنب بعض تملي في الخير ونديم علينا الستر والصحه. هنسمي الله. طولت عليكم سامحوني. سمي الله بقى ونصلي على النبي وحقكم عليا. ونعمل بقى شويه شوكولاته قابله الدهن للاولاد كده نفرحهم بيها. ربنا يفرحكم ويسعدكم يا رب. هنسمي الله ونصلي على النبي. هنجيب اي شفشق عندك. هنبتدي الاول بكوبايه اللبن. بسم الله. هتحطيها في اي حاجه تقلبي فيها. وراها كوبايه سكر بودره. بسم الله. كل حاجه هنزل بيها هدوبها كويس في اللبن لغايه ما تدوب معايا خالص. مش عايزه انزل مقدار ورا مقدار غير اما ادوب المقدار الاولاني. هنزل القهوه عشان القهوه عندي حبايتها كبيره شويه، عشان عبال ما اقلب المقادير تكون دابت كويس معايا. هنزل اللبن البودره. هننزل الكاكاو. ممكن عشان ما تبقاش، لان الحاجه مكلفه، ممكن كل ما تنزلي تجيبي حاجه تجيبي يعني مره كاكاو ومره اللبن. وان شاء الله ان شاء الله باقي المقادير تبقى موجوده في البيت وتعمليها لهم. بصي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني انا يا دوب لسه ما كملتش المقادير ابتدت تتقل معايا.
هي كل حاجة أسعارها عالية، بس يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، المقدار هيقعد معاكي حبة حلوين. هننزل بالقرفة. القرفة لو ما بتحبهاش أولادك ما بيحبوهاش ممكن تستغني عنها. هننزل بذرة الملح كده اهي معايا. كده فاضل معايا الزيت وريحة البندق. هنجيب الخلاط عشان هنكمل شغلنا في الخلاط. جبنا معانا الخلاط، هنسمي الله ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نزلنا بكوباية الزيت. ماشي، هنضرب الزيت في الخلاط لغاية ما يبتدي يفتح معاكي خالص. فأنا هضربه وأوريهولك عشان الصوت بس ايه ما يعملكيش دوشة. بصي أنا ضربته بتاع نص دقيقة كده اهو، هوريكي. هنفضل نضرب فيه كده هيفتح ويبتدي ايه. اول ما يفتح شويه كمان هننزل مع بعض، بنرفع الغطا من هنا وننزل مع بعض بالخليط اللي احنا عملناه سرسوب. بصي الزيت ابتدى يتقل معانا ولونه اتغير خالص، ابيض معانا كده. احنا هنبتدي نشتغل. خدي بالك يعني ايه، نوع الزيت مهم جدا عشان ما يغيركيش طعم الوصفه خالص. فانا هبتدي ايه اضرب كده. احنا ضربناه، هنشغل الخلاط. هنشغل الخلاط وزي ما شفتيني هننزل بالخليط سرسوب. هكمل خالص وارجع. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصي ده كده هي مش داخله معانا التلاجة خالص لسه. بصي والجو درجة الحرارة عالية. اخر حاجة هحطها معاكي هحط ريحة البندق وهضرب ضربتين وجهزت معاكي الشوكولاتة قابلة للدهن بكل سهولة. بصي بسم الله ما شاء الله هي معايا. بصي تقيلة ازاي. هتجيبي اي برطمان علبة، شوفي حضرتك عايزة تحفظيها فين. شايفة معايا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ألف هنا وشفا. بصي بسم الله ما شاء الله معانا اهي. بصي بصي ما تنزلش من المعلقة. عندك توست، عندك فينو، اي عيش الاولاد بيحبوا، اي عيش عندك. بسم الله. بصي بتتفرد معاكي ازاي كده. والله انا لسه ما دخلتهاش التلاجة. بصي بسم الله ما شاء الله ما بتنزلش من المعلقة بسهولة، ولسه ما دخلتش يعني اما تخش التلاجة هتمسك معاكي زيادة. نقفلها نشيلها في التلاجة. يا رب الوصفة تكون تعجبكم. محتاجة دعواتكم. ربنا يجازيكم خير ويبارك فيكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.